صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي انتي بتشوفيني فيه. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا يا بنات من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل اكله سهله جدا جدا. اكله سمك، نوعين مختلفين بطريقه واحده يعني. تمام. جبت هنا سمك السردين، نضفته كويس جدا جدا، وطبعا بشيل الراس بتاعته. وسمك فيليه. تمام. سمك السردين طبعا كلنا عارفين فوائده، لا تعد ولا تحصى ما شاء الله يعني. بس الصراحة ما ينفعش الأطفال، لأن بيبقى معظمه جوه كده، جوه اللحم أصلا شوكر اللي هو رفيع جدا ده. فما ينفعش قوي للأطفال يعني، عامة للكبار أكتر يعني. تمام. جبت هنا ليمونة، ليمونة كبيرة كاملة، لأن السمك طبعا بيحب الليمون والكمون. ده أهم حاجة في تتبيلة السمك. حطيت عليه الليمونة وحطيت عليه الملح، وهحط عليه دلوقتي بقى الكمون. دول اهم حاجة في تتبيلة السمك. في ناس بتحط عليه توم، بس انا الصراحة عندي ما بنحبش التوم قوي على تتبيلة السمك، فما بحطش عليه. فانتي لو حابة تحطي توم طبعا يعني اللي انتي عايزاه بقى حطيه براحتك خالص. آه، يعني السمك الفيليه مثلا حطيت عليه كزبرة ناشفة، لكن ده ما حطيتش. السمك السردين ممكن تعمليه صينية، ممكن تعمليه مقلي، ممكن تعمليه مشوي، بيتعمل جميع الطرق يعني، زي ما انت عايزة او حابة تعمليه بألف هنا وشفا. هنا بقى السمك الفيليه انا هتبله. انا كده خلاص تبلت السردين، سمك السردين خلاص كده اتبل، بياخدش اي وقت خالص. جبت برضو ليمونة كبيرة وعصرتها على السمك الفيليه، لان انا عندي جزء بياكل سمك الفيليه وجزء بياكل السردين، فانا جبت يعني ده وده على اساس يعني الراضي الكل في اكله واحده زي ما قلت لكم. هنا بقى بعد ما حطيت الليمون هحط عليه مستردة. لازم المستردة في السمك الفيليه بيبقى حلو جدا جدا الصراحه، بيديله طعم تحفه. واحط طبعا الكمون واحط الملح. انا هنا بكتر شويه بس في الكمون، لان السمك طبعا بيحب الكمون. وهحط عليه ملح واحط عليه كزبره ناشفه زي ما قلت لكم، هي دي اللي انا بحطها دلوقتي. وهقلبه وكده، هسيبه شويه يتبل مع بعضه بقى لحد ما اعمل الرز. اكله سهله ما بتاخدش اي وقت خالص. تمام. هنا كنت بحط له لون زعفران. تحطي له لون زعفران، حابه تحطيه تمام، مش حابه تحطيه براحتك يعني. هي مش وصفه اساسيه، بس بيديله لون حلو قوي زي ما انتم شايفين كده، وبعد السوا كمان. بس فانا كده خلاص تبلته، بحاول بقى اتبله كله من جوه ومن بره ومن جميع الاتجاهات عشان كله يبقى متبل، ومتبقاش حته متبله وحته لا. هسيبه بقى كده يتبل براحته. هو ما بياخدش وقت طبعا في التتبيل، السمك من الحاجات الحساسه جدا، فما بتاخدش وقت في التتبيل. بصوا كده خلاص يعني يعتبر خلاص كان اتبل. بجيب بقى الدقيق، ما بحطش في طبق تاني، بجيب الدقيق وبرشه كده على السردين عشان انا هقليه. بحطه اهو زي ما انتوا شايفينه كده. بصوا بيبقى سهل جدا جدا، ولا بقى اعمل طبق تاني مثلا ان انا احط فيه دقيق وكده، لا. دايما لما باجي بعمل السمك بعمله كده، المقلي يعني. وكنت طبعا بقى مسخنه الزيت على طول على البوتاجاز، بحطه في الزيت. تمام اهو. هبتدي بقى احط السردين كله في الزيت، بس هو مش هتاخد السردين كله. هحاول ازنقه في بعضه كده، بس يعني زنقته كان فاضل واحده، فقلت لا عشان يستوي كويس برضو وما يبقاش لازق في بعضه جامد، فيبقى واخد راحته في السوا. فسبت الواحده دي، قلت مش مشكله بقى ليها لوحدها وخلاص. هنا تقريبا كنت بجيب الماسك عشان احاول كده احطهم جنب بعض واحط اللي في ايدي ديت. وكان فاضل واحده كمان في البوله، بس الصراحه ما كانش ليها مكان خالص. فانا قلت خلاص عشان بس يستوي كويس وما يبقاش مش حلو يعني. هنا كنت بقلب الرز، كنت حطاه موطية عليه، فكنت بقلبه وهو كان خلاص يعني داخل على السوا. أكلة جميلة جدا ومغذية جدا جدا، طبعا من أكلات السمك اللي الكل بيحبها. ما اعتقدش حد ما بيحبش السمك الصراحة، من ضمن الأكلات
المميزة او المحببة بالنسبة لي، يعني غير اللحمة وغير الفراخ غير اي حاجة الصراحة. لو كل يوم الواحد بياكل سمك ما بيزهقش نهائي. فما شاء الله السمك حلو جدا جدا يا بنات الصراحة. واسهل اكلة يعني سريعة جدا كمان، لما بتبقي مثلا عايزة اكلة سريعة هو ده اسرع اكلة الصراحة، بتنجزك جدا. يعني حتى السمك الفيليه اللي انا كنت عاملاه المرة اللي فاتت، والله خد مني 10 دقايق، الرز والفيليه والطحينة وكل حاجة. يعني انا كنا صايمين المرة اللي فاتت، ف انا كنت بعمل الاكل واذان المغرب شغال، يا دوبك على ما صلينا وخلاص الصلاة خلصت كان الاكل استوى. فمبتاخدش اي وقت خالص ولا مجهود الصراحة، واكلة جميلة ومغذية. هنا بقى عشان اختصر في الوقت حطيت الجريل على العين التانية بتاعة البوتاجاز عشان احط فيها السمك الفيليه، عشان انا بعمله على الجريل ما برضاش. سمك الفيليه بالاخص ما برضاش اقليه لان بيشرب زيت كتير جدا، غير اي سمك. السمك الفيليه بيشرب زيت كتير قوي، فما بيبقاش طعمه حلو الصراحة، يعني تحسي ان انت بتاكلي زيت. فالاحسن ان انت تشويه بيبقى طعمه الصراحة حلو قوي. هنا هستنى طبعا لما الطاسة الجريل تسخن جدا جدا، طاسة او جريل اي حاجة عندك يعني مش هتقول لا. وحطيت عليها زيت كويس، وابتديت بقى ان انا ارصص كده الفيليه علشان ياخد لون من الناحية ديت، واقلبه على الناحية التانية برضو. هو ما بياخدش وقت ما شاء الله يعني. بس كده كنت حطيت الفيليه كله، وهسيب النار عالية عليه، مش هوطي عليه، هسيبها عالية عليه عشان لما توطي عليه بيلزق. فخلي بالك من النقطة دي. بس عملت نوعين سمك وكان تغيير في الأكل، والحمد لله كنا لما شبعناه والدنيا تمام جدا يعني. هنا بقى أنا قلبت مش عارفة أنا قلبت السردين ولا لسه، عشان أنا سرحت منكم شوية فمش عارفة قلبت السردين ولا لسه. بس لو قلبته خلاص يبقى خلاص قرب يطلع، يعني ما بياخدش برضه وقت في الزيت. هنا كنت قلبته لان انا كده هطلعه اهو. جبت الطبق بقى هطلعه وهبتدي بقى ان شاء الله ان انا طبعا السمك بيتقدم على طول عشان يبقى سخن، لازم بيتاكل سخن الصراحة. جبت الواحدة بقى اللي كانت فاضلة قلت احطها على اساس على ما اشيل دول تكون هي خلاص قربت تستوي. كنت اطلعهم كلهم في طبق واحد، وبعدين قلت لا خليهم في طبقين عشان يبقى برضو وهم سخنين كده ما يبقاش ما يطروش بعض قوي، ما يبقاش طري قوي يعني، فاهميني. فجبت طبق تاني حطيت فيه بقية السمك، ويبقى طبقين برضو، ويبقى ما شاء الله الاكل باين ان هو كتير، فاهميني. دي بقى الواحدة اللي انا حطيتها الاخيرة، طبعا قلبتها اهو على ما حطيتها وشلت بس اللي كانوا في الطاسة. خلاص هي استوت من على جنب وفضل الجنب تاني، فما بتاخدش وقت خالص زي ما قلت لكم، وتبقى مستوية جدا 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 الصراحة من جوه، متبقاش نية ولا اي حاجة، لان هو سمك السردين اصلا يعني ما شاء الله مش كبير قوي يعني، فاللحم بتاعه بيستوي بسرعة. هنا بقى ببتدي اقلب الفيليه على الناحية التانية، ياخد وش من الناحية التانية، وبعدين هجيبه على العين الكبيرة ديت لما طلع بس السردينة اللي في الطبق ديت، هجيبه على العين ديت بقى وخلاص كده الاكل هيبقى استوى هقدمه. خلاص كده استوت وهطلعها بقى. خلي بالكوا بقى لان الزيت طبعا بيبقى سخن جدا، ربنا يجرنا من النار يا رب، ويحمينا ويكفينا شر الفواجع، اللهم امين يا رب. صلوا على النبي بقى في الكومنتات يا بنات، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عايزة كومنتات كتير وعايزة تشجيع كتير جدا جدا، لان عندي فيديوهات والله كتير جدا، وعندي افكار حلوة جدا، بس ان شاء الله لسه عايزة تشجيع كده جامدة منكم ان شاء الله. هنا كان فاضل الفيليه خلاص بقى هطلعه كده، خلاص كده استوى، وهبتدي ان انا اقدم الاكل.
هنا السردين وهنا الفلي اهو، في طبق سردين تاني، وكده غرفت الرز. وكانت اكله مشبعه جدا وحلوه جدا جدا الصراحه. فما شاء الله يعني السمك الواحد ما بيزهقش منه والله. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم وعجبكم، وتكونوا ما زهقتوش منه. عايزه تشجيع زي ما قلت لكم كبيره جدا جدا منكم. بحبكم جدا في الله يا احلى اخوات في الدنيا. ربنا يخليكم ليا، ما بحبنيش منكم ابدا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ومن هنا للفيديو الجاي هتوحشوني جدا جدا جدا. واقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى اخوات في الدنيا. مع الف سلامه. مع السلامه.